أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، أهلا بكم على قناة أيمن سبورت 2، حلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. يعني ينفع يعني موضوع الكهرباء ده؟ عشان الكهرباء بتقطع كل شوية. انا جات لي دعوه ان انا احضر من المؤتمر بتاع المستشار مرتضى منصور، بس حصل موقف بايخ. الكهرباء قطعت بعد نص ساعة من المؤتمر، صح؟ يعني ينفع يعني؟ طب ما تستنوا شويه لما لغايه المؤتمر يخلص وبعد كده قطعوا الكهرباء زي ما انتوا عايزين. يا سيدي، هو مؤتمرات مرتضى بتخلص أصلا؟ هيعمل بكرة ولا بعد ولا بعد وبعد، كل يوم يعمل لك مؤتمر، ولا تزعل نفسك؟ يعني انت بتهزر يا ده فرفوش ولا ايه؟ يعني مش دي الحقيقة يعني يا كوتش، ولا أنا بكذب؟ ما علينا ما علينا. شفت بقى القلم الجديد، قصدي الصفقة الجديدة. صفقه ايه يا فزلوك عصرك؟ الأهلي دخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي. لا فنكوش، هو قال لك انا مش رايح الزمالك. دي الأخبار اللي لسه نازلة طازة، حبيت أقول لك يا كوتش. وعلى العموم هنشوف، يمكن يجي الاهلي، ليه لا؟ خد انت دي كمان، سوزا مش هيلعب في الاهلي. ما انا عارف في لاعب الماني من اصل مصري احتمال يجيبوه بداله، وبيني وبينك يعني ارقامه مش عجباني، انا مش عارف كولر مصمم عليه دي. هنشوف. ثم انت قصدك ان بن شرقي مش هيلعب في الاهلي، ده اللي انت عايز تقوله، بس هربت منك شويه. انتوا السبب، ربنا ياخدكوا. هنلاقيها من كهربا ولا من امام عاشور ولا من الخطيب ولا من مين ولا مين و... وتقول لي كمان بن شرقي؟ ده انا هجيب مدفع واولع في النادي الاهلي ده. مدفع مين؟ محدش يقدر، اوعى، ده الاهلي يعني خط احمر. ثم تشطروا على الكهرباء. حلوه دي، كهرباء وراك وراك. بقول لك عندي فكره حلوه عشان تحلوا مشكله الكهرباء في نادي الزمالك دي. تعملوا ايه؟ كل واحد مدعو للمؤتمر يجيب معاه شمعه. وايه؟ ايه دمك يلطش. ان شاء الله هتتحل برضه، ما البلد كلها بتعاني من موضوع الكهرباء مش نادي الزمالك بس. ويلا استعد بقى يا كوتش عشان تقول لي مبروك على بن شرقي في الاهلي. ده بعينكم، الا بن شرقي ان شاء الله مش هيجي الاهلي. مش عارف، في حته قلبي وجعني، قلبي وجعني. الف سلام عليك يا كوتش. لا لا لا، انا عايزك كده تصمد وتشد حيلك، لسه ده في صفقات وصفقات. جمد بس انت قلبك يا كوتش. صديقاتي اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، الكوتش تعب لمجرد ان سمع الخبر، امال بقى لو حقيقه؟ انتظروا بن شرقي.